بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى سيدي وحبيبي يا مولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشكر لله والفضل لله ولا إله إلا الله. أحبتي الكرام، خيم الحزن الشديد على الجمهور الرياضي اليمني بعد مباراة منتخبنا الوطني للناشئين ومنتخب تايلاند، ولأن هذا الفيديو بعنوان عتاب بلغة العقل والقلب، أي لغة متزنة لن تأخذنا العاطفة الشديدة ولن يأخذنا كذلك جفافية المنطق. سنتحدث بلغة متزنة، لغة وسطية، عتاب وسطي يجمع لغة القلب والعقل. أحبتي الكرام، منتخبنا الوطني للناشئين خسر في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، وصدقوني أن الجمهور الرياضي اليمني لم يحزن بسبب الخسارة، ولكنه الحزن الشديد والعتاب الشديد بسبب المستوى الهزيل في الشوط الثاني. لا ندري ما سبب، لا يوجد تعليل ما سبب غياب المنتخب في الشوط الثاني. خط الوسط وخط الهجوم لم نره في الشوط الثاني، وجهود مشكورة للمدافعين وللحارس المتألق وضاح أنور. ألم يقولوا أن الشوط الثاني شوط المدربين؟ يقولون هكذا، الشوط الثاني شوط المدربين. الكوتش محمد البعداني نحن نعاتبه، لكن عتاب المحب. نقول له: أين دورك في الشوط الثاني؟ أين دور المدرب في الشوط الثاني؟ رأيناك منفعل، والانفعال الشديد وأمام فئة الصغار مع لاعبين صغار يتأثروا بهذا الانفعال. ألم يكن الأحرى بك أيها المدرب؟ أنت مدرب أب للاعبين. الانفعالات الشديدة أثرت على اللاعبين. كذلك أين دورك؟ لاحظنا في مباراة لاوس ومباراة تايلاند الأخطاء تتكرر: أنانية، لعب فردي، عدم تفاهم في المقدمة. لاحظنا أن اللاعب الرائع عادل عباس وكل الجمهور الرياضي يحب اللاعب عادل عباس واللاعب عبد الرحمن الخضر، لكن اللاعب عادل عباس صغير السن واللاعب عبد الرحمن الخضر صغير السن، يحتاج إلى توجيهات منك، توجيهات فنية، توجيهات نفسية. أنت بمقام المدرب الأب. لاحظنا أن اللاعب عادل عباس يلعب لنفسه، كذلك عبد الرحمن الخضر. أين دورك؟ أليس المفترض أن مباراة لاوس كانت فرصة ذهبية لإصلاح الأخطاء؟ لاحظنا الأخطاء تتكرر بنفس الصورة، بل بصورة مشوهة أكثر. ولهذا نحن نعاتب عتاب متزن. صحيح تعرضنا لظلم بعدم احتساب هدف صحيح 100%، وكذلك هدف تايلاند كان فيه شكوك، لكن أقول الشوط الثاني غاب المنتخب. الشوط الثاني لم نسمع بعادل
عباس، لم نسمع الخضر، ولم نسمع بعلي الحمصي الذي دخل، ولم نسمع له شيء. حتى أنور الطريقي لا ندري ما الذي حدث له. يا أحبة، المنتخب يحتاج إلى وقفة حقيقية. الجمهور الرياضي، أنا أدعو الجمهور الرياضي إلى الاتزان في توجيه النقد، لأن فئة الناشئين تتأثر نفسيا، ولهذا يجب علينا أن نعاتبهم عتاب المحب. لو فازوا لا نسرف في الفرحة، وعندما يخسرون يجب أن نقف معهم، لأن الفوز له آباء والخسارة لها أب واحد. ولهذا نحن نقول لمنتخبنا الناشئين لعله خير، ونقول للمدرب البعداني لعله خير. سبحان الله، قد يكون تأهلنا إلى كأس العالم عن طريق فوزنا على كوريا، وتصبح الأفراح مضاعفة بأننا تأهلنا وانتزعنا الفوز والتأهل من الشمشون الكوري، من فريق قوي، ولعله خير. هل بالإمكان يا كابتن محمد البعداني أن تقف وقفة جادة مع اللاعبين؟ والله أن مشكلة منتخبنا الناشئين مشكلة نفسية فنية. نفسية، اللاعبون يلعبون بشكل فردي، في خلل في المقدمة، في خلل. الكرة لما تكون مع عبد الرحمن الخضر نلاحظ أنه يتجه إلى المرمى ويريد أن يسجل بنفسه. لاحظنا عادل عباس يعني يمر من العمق ويصر أن المرور إلا من العمق، لا يمكن أن يوزع للظهيرين. حتى الأظهرة أو أقصد الجناحين، لم نرى كرة من الجناح اليمين ترفع إلى منطقة 18، ولا من الظهير أو الجناح الأيسر لم يرفع أي كرة. لاحظنا حقيقة عقم هجومي، لاحظنا أنانية، لعب فردي. نحن نعاتبكم عتاب المحب، نقول الشعب اليمني والله أنه اليوم خيم عليه الحزن الشديد. أنا قمت باستطلاع بعد المباراة، ما في أحد رغب في الكلام، كلما أقول لهم ما رأيك في المباراة لا يرد علي. ولهذا لم أجد حتى شخص واحد في الشارع أن يرد علي. ولهذا نقول للكابتن محمد وكذلك للاعبين، نحن منتظرون السعادة منكم. والله اليوم أنه حزن شديد. فهل بالإمكان أن تصنعوا الفرحة ونتأهل عبر بوابة كوريا؟ صدقوني أنتم قادرون، لو لعبتم لعب جماعي، لو لعبتم بإخلاص، لو أخلصتم للفانلة التي تلعبون بها، لو أخلصتم للراية التي أنتم تحتها، أنتم ترددون النشيد الجمهوري. اعلموا أن خلفكم شعب كامل محب عاشق للرياضة حتى الثمالة. والله الشعب اليمني شعب محب. يا منتخب الناشئين، أنتم أملنا وأنتم ألمنا. فهل من مجيب؟ قناة مسور سبورت.